كاين اللي مثلا كتكون دابا الصحه ديالو فاشله عليه، ما يقدر يخدم ما والو. راه كاين اللي بقى اللي ما يلبس ما بقاش لقى ما يلبسه، كامل من اجل الصحه كتفشل عليه، ما بقى يقدر يخدم ما والو، كيوقف ليه في الصحه ديالو، في الرزق ديالو، في الاولاد ديالو، في الزواج ديالو، في جميع ما يكون. حاليا بزاف الناس كيتعالجوا عندنا، ولينا معروفين ماشي حتى في ارض الوطن، خارج ارض الوطن كل شيء تيعرفنا وكل شيء تيشكرنا الحمد لله. الا عطاه ربي الحكمه ايه وحده كفات، بسم الله الرحمن الرحيم كفات. الا عطاه سيدي ربي الحكمه، هذا الرقيه هي حكمه. كسر عن بعد اللي كيدير كاين عندي الاغلبيه كيقول جي عندي، انت كتقول لهم ما تجيوش عندي عن بعد كتقضي الغرض. الا كتسهل عليه ربي سهلها عليك، علاش غتخلي بنادم يضرب تماره؟ واش الله سهلها وحنا نكرفسوا الناس ولا نكرفسوا؟ حنا راه حشومه. شنو تيوقع ملي كيتقيا الانسان؟ كاين اللي كيتقيا الدم، كاين اللي تقيا اللحم. انا كنرقي في جميع الدول. عطينا التليفون باش يجي نجربوا حتى 06 34 18 10 95 نعم 34 18 10 95. هذا هو الرقم ديالك. اي الرسول صلى الله عليه وسلم راسو حير. كاين الناس اللي قال لك حق اقرا المعوذتين وايه الكرسي وما يقربك الشيطان حتى الصبح. الناس راه كيقراو كيخدموا القران في 3 ايام وكيكرفس فيهم الجن. وانا غنقول لهاد الناس بغيت نصحح عليهم هذه الكلمه، راه الرسول ماشي نسى الاذكار صلى الله عليه وسلم، راه الرسول ماشي تهاون في الفجر، راه لو كان ما يتصابش واحد عادي ما غيتصابش الرسول بالسحر، راه 40 يوم هو الرسول تصاب بالسحر صلى الله عليه وسلم. تختلف على الاخرين كيفاش كدير انت؟ هادشي ماشي انا ندير شي حاجه مختصه بيا، ربي عطانا هاد الحكمه هذه باش نعالجوا بها الناس، هذه هي من عند سيدي ربي، ما عندي ما نعطي انا ولا ما نقلها، هذه هي ديال سيدي ربي، القران ديال الله والحكمه ديال الله ونسب الله اللي كيعلم. الجن خايف ضغط على الجن، ماشي واعر. الله اللي عطاه الحكمه هو اللي واعر، انا بحالي بحالك ماشي واعر، انا الحكمه ديال ربي ماشي ديالي، انا عبد ضعيف. بعض الرقاة كيعطيو الناس كيعطيهم وصفات طبيه ب 1000 درهم 2000 درهم باش يتقياو، تما كتعطيهم حتى حاجه. انا كنقول لهم بان هذاك العشوب لا اساس لها من الصحه. هذا الشيء اللي بغينا نقول، العشوب لا اساس. تقيتي بالرقيه برافو، راه يعني راه تقيتي راه توقع الحقيقي. ما تقيتيش بالرقيه الله واخا تاكل عشاب وعشوبه. كلمه اخيره والكلمه الاخيره اللي شك في الرقيه على بعد وقال الرقى ما بقاش يجرب في نفسه ويجرب في عائلته.